ازيكم عاملين ايه؟ انا هبة ودي قناتي. النهارده هنعمل اكله لذيذه قوي وسريعه جدا، مش هتاخد معاكي وقت خالص. كل الوقت اللي هتاخده في الفرن، مش اكتر من كده، لكن التحضير ليها مش بياخد وقت خالص. طاجن الرز المعمر، بس الرز المعمر الحلو اللي بالسكر، مش الحادق اللي متعودين عليه. محتاجين تفاحة واحدة، ودي إضافة جديدة لطاجن الرز بقى، هتعجبك جدا. هتغسليها وتقشريها، تفاح أي لون مش مشكلة. وبعدين هتقطعيها 4 تربع وتشيلي البذور من جواها وتقطعيها مكعبات صغيرة. بعد كده في طاسة على النار فيها معلقة زبدة ومعلقة زيت. لما تسيح الزبدة بس النار تكون وسط ما تكونش عالية، هنضيف بقى التفاح للزبدة ونقلبه دقيقتين كده. وبعدين نضيف له معلقتين سكر كبار. قلبي التفاح مع السكر برضو دقيقتين كمان. وبعدين الإضافة الجاية بقى، لو تحبي تحطيها براحتك، ما تحبيش زي ما تحبي، بس هي إضافة بتدي طعم لذيذ قوي. معلقة صغيرة قرفة. وهنقلبها مع التفاح دقيقة كمان. وننزل بقى التفاح على كده، ننزله في طبق علشان طبعا ما يكملش سواه في الطاسة، السخونة بتاعة الطاسة تكمل سواه. كيلو لبن حليب، هنضيف له كوباية سكر ومعلقة قشطة أي نوع، قشطة وش اللبن أو اللبان أو قشطة العلب اللي تعجبك، ومعلقة صغيرة فانيليا. ونقلب بالمضرب اليدوي كده لحد ما السكر يدوب. في الطاجن اللي هنستخدمه حطيت معلقة زبدة بس كبيرة شوية، وبطنت بيها الطاجن كده. وبعدين حطيت كوباية وربع رز مغسول ومتصفي، وضفت بقى فوقيه التفاح اللي كرملناه بالشكل ده كده وفردته. وبعدين اي اضافات بقى عندك تحبي تحطيها، فول سوداني، مكسرات، حطيت شوية بندق كده وشوية زبيب. بعد كده بقى ضفت له اللبن اللي احنا مدوبين بقى فيه القشطة والسكر. وتقلبي بقى كده علشان كل المكونات تختلط ببعض، ما يبقاش الرز مترصب تحت كده. قلبت بقى كله بالطريقة دي. والفرن دلوقتي سخن على درجة حرارة 220. قلبت الطاجن كده وحطيت على الوش معلقة قشطة كبيرة ومعلقة زبدة، قطعتهم بقى صغير كده وفردتهم بالشكل ده. ودخلتهم بقى، دخلت الطاجن الفرن على درجة حرارة 220 زي ما بقولك. حطيه على الصاج القريب من سوري الرف القريب من الصاج. هياخد حوالي 40 دقيقة علشان يستوي. وبعدين 5 6 دقايق في الشواية ياخد اللون الذهبي الجميل ده وتطلعيه. انا زينت الوش كده بشوية مكسرات مع شوية زبيب وجوز هند. وتقدمي بقى بألف هنا وهو سخن، أكلة جميلة في الشتاء بالليل كده بقى تبقى لذيذة. الرز طالع مفلفل جدا وجميل. السكر معقول قوي، يعني الكوباية يدوب كويسة، ما تقلليش السكر عن كده. ولذيذة قوي وبألف هنا. والمرة الجاية هنعمل مع بعض بقى الرز المعمر الحادق، هنعمله بقى بكل تفاصيله وتكاته كده. وإن شاء الله يطلع معانا حلو قوي زي الرز الحلو كده ما طلع. ولو عجبك الرز بتاعي النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي. ونتقابل تاني مع أكلات حلوة كتير. باي باي.